بزاف ديال البنات وبزاف ديال الاخوات كيعتقدوا ان الانوثه هي في الشكل الخارجي، انها تلبس مزيان، انها تراقب الهندام ديالها قبل ما تخرج، انها تمشط شعرها مزيان، انها تقاد ضفيراتها وزيد وزيد وزيد. هذا الشيء اختي مزيان انك تهلاي في راسك وتبغي راسك مزيان، ولكن الشكل الخارجي والمظهر الخارجي كيبقى فقط جزء من الانوثه، ماشي هي الانوثه كامله 100%. كتلقاي بزاف ديال البنات كتسمعي بعض المرات كتشوفي شي وحده اقل جمالا منك نتيا، مثلا انا نعطيكم مثال، وكتشوفي الحياه ديالها زوينه على الحياه ديالك انت اللي الزينه والمظهر والشكل وكذا وكذا، وهي كتلقايها ما شاء الله حياتها زوينه، امورها مقاده وكلشي هو هذاك، ولدرجه كتسمعوا واحد المصطلح كنسمعوا بزاف بالدارجه المغربيه كيقول الله يعطينا زهر الخيبات. يعني شحال وحده كتقول الله يعطينا زهر الخيبات، وهذا الشيء كنسمعوا بزاف انا، واخا الزهر في الحديقه العموميه، والله ما ديري الزهر لراسك، والله ما تهلاي في راسك، والله ما تخدمي على راسك، ما كان لا زهر ولا والو، الزهريه تمشي تقلعيها من الحديقه العموميه وتشميها. المهم ما عليناش، هذا مصطلح يعني كنسمعوا كيقول الله يعطينا زهر الخيبات، هذا مثل شعباوي ولا شعبي ولا المهم كما بغيتو اعتبروه. فهذيك اللي كتشوفيها انت اقل جمالا منك انت حكمتي عليها غير في المظهر، ما حكمتيش عليها من الداخل ديالها كي دايره، حيت السر في الانوثه الطاغيه هي من الداخل قبل من الخارج. هذا هو السر اللي كيخلي بعض النساء اللي انت بنظرك اقل جمال منك ولكن حياتهم قاده وكيحترموهم الناس وعندهم واحد الكاريزما وزوينات، حيتاش كيخدموا على الداخل ديالهم اكثر من الخارج ديالهم. الخارج انا كنقول لك مهم حتى هو، ولكن حتى الداخل مهم، خص يكون التوازن. كما كتخدمي على المظهر خدمي على الشخصيه ديالك والداخل ديالك، وماشي اي امراه شتيها امراه عندها كتميز بالانوثه الطاغيه، لا، ماشي اي امراه انثى. وكذلك اختي الانوثه الطاغيه هي كيفاش كتشوفي انت راسك، ماشي كيفاش كيشوفوك الناس، فهمتي اختي؟ فهذا الفيديو ان شاء الله غادي نعطيك الاشياء اللي كديرهم الانثى الطاغيه باش كتميزها الانثى الطاغيه. الانوثه الطاغيه شنو هي؟ فكملي الفيديو حتى النهايه. ولا كنتي اول مره كتشوفي قناتي اختي، مرحبا بك والف مرحبا بك في قناه الراحه النفسيه والتنظيم الذاتي، وما تنساش ديري اشتراك وتفعلي الجرس باش هكا توصلي فيديوهات جديده. وإلا عجبكم البنات الفيديو ما تبخلوش عليا بجيم وشي تعليق زوين. قبل ما نكمل الفيديو نصليو على اعظم رجل في التاريخ، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فاسمعي اختي، اول حاجه اللي كتميز بها الانثى الطاغيه اول حاجه هي حب الذات، كتبغي راسها، كتهتم براسها، عندها ثقه كبيره في راسها، ما كتستناش تكون الظروف مناسبه عاد هي تنوض تمشي تهتم براسها، لا، كتخلق الجو واخا كيكون الظروف ديالها ماشي مزيانه وكذا، ولكن كتعطي وقت لراسها، كتعطي وقت انها تمشط شعرها، كتعطي الوقت انها ترتاح نفسيا، كتثق في راسها، ما كتستناش حتى يقولوا لها الناس انت زوينه عاد يعجبها الحال، لا، هي عارفه راسها انها زوينه، واثقه بنفسها، ما كتنتظرش حتى يمدحها شي واحد عاد هي تحلالها وترشق لها، ولا حتى تقول لها شي صاحبتها هاد اللبسه اللي لبستيها. راه كاين بعض البنات راه كتلبس لك مثلا وتفركس وكذا، ولا غير ديك صاحبتها ما قالت لهاش او جاتك هاد الكسوه زوينه وكذا، تقول لك راه غارت مني وما يعجبهاش الحال وتعصب والبنات محسادات حيتاش غير ما قالت لهاش هذيك الكسوه جات عليك زوينه، ما تنسات يمكن ما داتهاش، ما صافي ما كترشق لهاش. علاش؟ لان ما قالولهاش انت زينه، وتقدر ديك صاحبتها تكرهها غير على هاد التصرف اللي ماشي ضروري انها تلبسي وتسكدي وتقول لك فلانه راكي زينه، لا. علاش انا ياك سكدت شفت راسي في المرايه عجبني راسي الله يجعل شي بركه. النقطه الثانيه الاهتمام. الانثى الطاغيه ما كتستناش الناس يهتموا بها ويقدروها عاد هي تكون مزيانه، لا، حيتاش عارفه راسها ان الاهتمام كيجي لراسو، ما كيتفرضش على الناس. نهتم براسي انا، نقدر راسي انا، ولكن باش انني نستنى الناس اللي محيطين بيا ولا الناس اللي خدامه معاهم ان الله اعلم بعلمه يستنى انهم يهتموا بيا، فاختي
هذه ما انثى ما والو، هذه كتمرضي راسك. فالانثى الطاغيه هي اللي ما كتستناش وما كتنتظر حتى من شي واحد انه يهتم بها، انه يتصل بها، انه يسول فيها. لان الاهتمام كيف قلت لكم كيجي لراسو، ماشي حنا اللي كنطلبوا من الناس انهم يهتموا بينا. النقطه الثالثه هي الاحترام. الانثى الطاغيه هي اللي كتفرض الاحترام ديالها. ما تسمعيش انك تكوني انثى صافي، ما خصنيش نهضر، ما ندافعش على راسي، لا اللي جاي يفوت، اللي جاي يرفس فيا، اللي جاي يصدم عليا. لا اختي، كرامتك هي الاولى، كرامتك هي الاولى. ماشي انك انثى صافي تخلي بنادم يصطف عليك، ماشي انك انثى ترضي باي حاجه، لا بالعكس. الانثى الحقيقيه هي اللي كرامتها كتسوى اي حاجه وعندها هذا. ما كتخليش بنادم يصطف عليها، ما كتخليش بنادم يهينها، ما كتخليش بنادم يقلل الاحترام ديالو ليها، وكتعرف كيفاش تدافع على راسها، وكتفرض هي الاحترام ديالها، وكتحترم الناس باش حتى هما يحترموها. فاذا كنتي قليله الاصل اكيد حتى واحد ما غادي يحترمك اختي. احترمي راسك، بغي راسك. علاش كنقول لكم الانوثه الطاغيه ماشي غير مظهر، خدمي على راسك، عرفي تهضري، عرفي كما يقولوا ملي تكوني مع الجماعه عارفه كيفاش تناقشي، احترمي الافكار ديال الناس، احترمي راسك يحترموك الناس. ماشي نتيا تكوني مقزدره ولسانك كما يقولوا ما فيه كيقول يخرج غير الحاجه الخايبه وتبغي الناس انهم يحترموك. اكيد حتى واحد ما غادي يحترمك اختي، ثقي بيا. وفي نفس الوقت الا شتي شي حد قلل من الاحترام ديالك وقفيه عند حده، وهو عبر وبيني ان ديك الحاجه ما عجباتكش وانا داك التصرف ما عجبكش، وزيد وزيد وزيد. وكذلك من بين مميزات ديال الانثى الطاغيه هي الهدوء. بمعنى الهدوء يعني مثلا شحال من وحده كتكوني هكا مثلا في الخدمه والله اعلم، كتكوني مثلا يلاه داخله جديده وكتبغي تدخل بواحد القوه وواحد الشراسه، كتبين زعما انا قويه حتى واحد ما يقد عليا. اختي بالعكس، الانوثه الطاغيه راه كتكون هادئه وكتعرف كيفاش تتصرف، وكتعرف ان الزقا والغوات ماشي هو اللي غادي يوصلها للحل. وكذلك اختي السلبيه. الانوثه الطاغيه ما كتكونش سلبيه في حياتها، كتكون ايجابيه. يعني ديما كتفائل بالخير، ديما كتقول فيها خير. اي حاجه وقعت لها في حياتها ما كتبقاش تجلد الذات ديالها، لا انا ما عنديش الزهر، علاش كيوقع معايا هذا الشيء وعلاش لا، كتقول لك الله هذا الشيء فيه خير ليا. سمحوا لي بدات اضطريت انني نريد الفيديو حيتاش كان واحد الصداع على برا باش ما يجيش الفيديو فيه الضجيج. فكيف قلت لك اختي، الصفه الاخيره اللي كتميز بها الانثى الطاغيه انها كتنظم وقتها، كتعرف تنظم وقتها. واحد الانسان اللي ما كتعيش غير في الفوضى، كتنوض في الصباح كتكتب المهام ديالها، عندي هذه وغادي ندير هذه وغادي ندير هذه في جميع جوانب الحياه. فما يمكنش انت تركزي في جانب وتخلي جانب. فاذا بغيتي تكوني انثى طاغيه نظمي حياتك، نظمي وقتك، نظمي، خدمي على الذات ديالك. وغادي تجي شي وحده تقول لي هنايا واش الانوثه الطاغيه يعني كاين بعض النساء كتشوفي فيهم هاد الصفات هادو مثلا واش هكا يعني كيكبروا على داك الشيء؟ لا، كلشي كنتعلموه، الحياه كتعلمنا. ما حد كنزيدوا اننا علاش كنقول لكم البنات حاولوا منين تكونوا هكا مثلا في مواقع التواصل الاجتماعي تتبعوا القنوات اللي تزيد بكم القدام، ماشي القنوات نتاع المشاكل والصداع. فتيقي بيا شحال ما تفرجتي شي حاجه فيها السلبيه حياتك غادي تولي سلبيه. لان علاش؟ فملي انت كتركزي وكتفرجي مواضيع مثلا كاين شي قنوات المحتوى ديالهم غير المشاكل، كيهضروا غير على حياتهم فيها المشاكل، فلانه دارت لي، فلانه فعلت لي، وانت كتبقاي غير تبعي شنو كيوقع لك انت بلا ما تحسي. حياتك كتوقف وكتبقاي تفكري غير في دوك المشاكل ديال الناس وما كتخدميش على راسك. العكس انك تتبعي شي قناه اللي تزيد بك القدام. فما تتخيلي انت الصباح نطي ما فيكش كاع القناه انك تخدمي دارك ودارك مرونه وحالتها حاله، وطحتي في واحد الفيديو تاع شي وحده كتقول لك كيفاش تنظمي نهارك، كيفاش تحاربي العشوائيه، كيفاش تخلي دارك ديما تكون زوينه.
فاكيد ملي غادي تشوفي داك الفيديو غادي تحفزي وتجي تنوضي تخدمي دارك وتقادي امورك وتسقدي راسك، وها راكي دوزتي نهارك بخير وعلى خير. عكس انك تفرجي لي في شي قناه فيها المشاكل، واش غادي تفرجي غتبقاي جالسه الناس راها كما يقولوا يعني راكي تفرجتي فيها وكذا كملت لك الفيديو وصلت الفكره ديالها المشاكل وزيد وزيد، لان هذاك هو المحتوى ديالها وانتيا كتبقاي تفكري لي فيها. اولا مثلا كتسمعي شي صاحبتك عندك مثلا حياتها فيها المشاكل بزاف سواء في الخدمه والله اعلم، كتبقى تعاود لك على المشاكل ديالها وانت كتاثري بدوك المشاكل بزاف وكتبقاي غير تجي لدارك وانت غير تفكريها فتيقي بيا غادي تنساي راسك. اللي حكى لك شي مشاكل ديالو ما فيها بس سمعي له، ولكن كل واحد يدعي الله، هو اللي قادر انه يفك الكربه ديال اي واحد ماشي حنايا. الا طلب منك شي واحد المساعده قدرتي تساعدي ساعدي، ما نقولكش لا، قدر المستطاع. ما قدرتيش يعني كل واحد عنده الله، يعني كل واحد يدعي الله، فهمتي؟ حاولي تعرفي شنو كديري، حاولي تعرفي شنو كتفرجي. والانوثه الطاغيه كيف قلت لكم البنات كنتعلموها كنتقنوها كندربوا راسنا. بحال انت مثلا كتشوفي فيا دابا ممكن ان فيك واحد الصفات اللي مع انت بداتك وما عاجبينكش في راسك، فين حصه عند الناس. حاولي تخدمي على هاد النقط اللي ما عاجبينكش في راسك، خدمي. ملي كنقول لكم حققوا اهدافكم وكتبوا الاهداف ديالكم، ما كنهضرش غير على جانب واحد اللي هو الهدف المالي. الحياه ما فيهاش غير جانب واحد تاع الجانب المالي، لا، فيها الجانب الصحي، فيها الجانب المهني. نحاول نطور راسي في صحتي، ندير الرياضه واخا غير رياضه المشي. نحاول مثلا الجانب الذاتي نطور من راسي، نشوف الحوايج اللي فيا ماشي زينين نحاول نقادهم، فهمتي؟ الشكل ديالي مثلا، البشره ديالي مثلا ناقصها شي حاجه ولا ناقصني شي فيتامين نحاول نخدم عليها، فهمتي؟ وهكذا. الجانب النفسي كذلك، نشوف راسي واش كنعطي وقت لراسي، واش كندير شي خرجات ترفيهيه اللي تفوج عليا ونهرس بها الروتين. هادو هما الاهداف. فملي كنبقاو مركزين غير على حاجه ونخليو حاجه، فاكيد ما غاديش الامور ديالنا تكون مزيانه وحياتنا تكون مزيانه. فدربي راسك، علمي راسك، طوري من ذاتك. كلشي متوفر الحمد لله. كاين روحي تدخلي غير المواقع التواصل الاجتماعي، كاين قنوات اللي كتوريك كيفاش تطوري من راسك، كيفاش تبعي اختي القنوات اللي يزيدوا بك القدام. ما تتبعيش القنوات اللي بقاو عاطينا غير المشاكل والسبان والمعيور، وحده دير راسها سخفت وتصورها صاحبتها وعاوتاني تمشي للسبيطار، عاود اخرى تقول لك راهم داروا لي وكلوني وزيد وزيد وزيد. هادشي راه غير تفاهه. ما تضيعيش ديك نص ساعه خصك تعرفي فين تضيعيها، باش ملي يدوز النهار ديالك ما تقوليش فين داز النهار ديالي. انا في النهار ديالي درت هادي ودرت هادي ودرت هادي، الحمد لله كتنعسي مرتاحه. علاش؟ لان النهار ديالك ما كانش عشوائي، وحتى هاد الوقت ديالنا كنتحاسبوا عليه، فين دوزنا الوقت ديالنا، راه كلشي كنتحاسبوا عليه اختي. فحاولي تبداي باشياء بسيطه. اول حاجه تعلمي فن الصمت، فن الصمت اللي خصك تعرفي فوقاش، لان الانوثه الطاغيه كتعرف فوقاش تجاوبك وتعرف فوقاش ترد الصرف، وما كتخليش اي انسان مستفيد. مثلا تشوف شي صاحبتها مثلا كانت جالسه في شي حفله ولا شي وحده ما عندهاش معاها، تقد تغامز هي وصاحبتها عليها وهي تستفز وتنوض تغوت وتسكي. لا، ياك بينها بين صاحبتها انت ما سمعتيش شنو قالت لها، خليهم اختي يتغامزوا ويديروا اللي بغاو. ياك المهم راهم بعاد عليك، ماشي واش قالوها لك في وجهك، قالوها لك في ظهرك. ايوا خليهم اختي بينهم باللي خلقهم، وعارفي كيفاش تردي وعارفي كيفاش تدافعي على راسك. وهكذا يعني شويه بشويه دربي راسك، شويه شويه خدمي على الذات ديالك باش ان شاء الله تزيدي للقدام والحياه تنور معاك. فكيف قلت لكم اختي باش اخواتاتي باش نختم الحلقه ديال اليوم، الانوثه ركزي معايا اختي. الانوثه الطاغيه ماشي هي كيفاش يشوفوك الناس، ولكن اول حاجه كيفاش كتشوفي انت راسك عاد الناس، وماشي هي المظهر الخارجي، ولكن المظهر الخارجي مع الداخلي. يعني حتى الداخل ديالنا خصنا نخدموا عليه، حيتاش الجاذبيه اختي ما كتجيش فقط غير بالشكل. كتلقاي وحده زينه طب في الزين من تجلس معاك كلها طاقه سلبيه، كلها شكاوي، كلها بكاو ودموع، ديما هي ضحيه، ديما هي ظلموها مسكينه، ديما هي حقروها مسكينه. فردي بالك اختي، ردي بالك. وهذا هو فيديو ديال اليوم، نتمنى يكون نال اعجابكم. الى فيديو اخر، مع السلامه.